ربنا قال لي اختاري عايزة تبقي رقاصة وانا اخترت ابقى رقاصة. كلام جه على لسان لوسي الفنانة الاستعراضية خلال استضافتها في برنامج من البرامج، وبعدها الدنيا قامت عليها وما قعدتش، وطلع الشيخ محمد ابو بكر قصف جبهتها ورد عليها الرد المتين. فتعالوا معايا بقى اعرفكم قالت ايه لوسي كمان عن فلوس الرأس الحلال، وازاي كان رد الداعية الاسلامي محمد ابو بكر عليها. الفنانات وخصوصا الراقصات طايحين بتصريحات عجيبة الأيام دي في مسائل الدين، ومنهم بقى الفنانة الاستعراضية لوسي اللي قالت تصريحات عجيبة جدا وهي في برنامج من البرامج على قناة المشهد. لوسي اتكلمت عن ربنا وازاي هو اللي خلاها تختار الرأس، فقالت بالحرف الواحد ربنا قال لي اختاري عايزة تبقي رقاصة وانا اخترت ابقى رقاصة. بعدها كمان كملت لوسي كلامها واكدت ان شغلانة الرقص شغلانة محترمة وحلال، وإن الراقصات محترمات وبيجيبوا كمان لقمتهم بعرق جبينهم. فقالت الحرام كتير وبيبقى في الضلمة، لكن الحلال دايما في النور، والرقص مش في أوض النوم. الرقص بيكون في المسارح والأفراح وأكبر دول أوروبا. عندي شهادات إني أحسن سفير لبلدي في الأخلاق وفي الفن والاحترام. أما بقى عن فلوس الرقص فقالت لوسي أنا بغضب قوي لما حد يقول فلوس الرقص حلال وحرام. أنا شغالة رقاصة وبكسب فلوس وبدفع الضرايب. وطبعا الكلام ده بقى ضايق ناس كتير قوي، فخرج واحد من المتفاعلين وقال هو احنا كل واحدة تطلع تفتي في الدين وتقول رأيها على مزاجها؟ ما هو طبيعي إنها تدافع عن شغلانتها، لأنها عايشة من فلوسها، عايشة ملوكي وراكبة أجمد عربيات وعايشة في الفيلات وكمان بتقبض دولارات. بعدها على طول طلع أكتر من شيخ رد على لوسي، وكان من بينهم الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، وقال فنانة مشهورة بعد خروجها في تصريحات تلفزيونية قالت إن الرقص مش حرام وإن ربنا اختارها عشان تكون رقاصة، وأكيد بعض الناس لما بيبقوا في المعصية بيقولوا إن ربنا كتب عليه المعصية دي، فهل ده صحيح؟ كمل كمان محمد أبو بكر كلامه وقال هل ده كلام معقول؟ وهل ينفع الكلام ده يتنشر على بيوتنا وعقولنا وشبابنا ونسائنا وبناتنا؟ المصيبة الحقيقية هي إن الإنسان يحلل اللي حرمه ربنا، والشيطان بيطبع على قلبه فبيشوف المعصية طاعة. اتكلم كمان محمد أبو بكر عن لوسي وقال هي شايفة إن الرقص مش حرام، هي شايفة إن الخلاعة مش حرام، إن كل الوسائل دي للإفساد مش حرام. المشكلة إنها راحت حطاها مع ربنا. لا، ربنا مش بيكتب لإنسان شر أبدا. أما بقى عن الشيخ خالد الجندي فأكد على نفس الكلام وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت تنسبي إلى الله اللي وسوس بيه شيطانك ليكي؟ الكلام ده بيثير الناس وغرائزهم. خلع الهدوم قدام الناس شيء ما كتبوش ربنا عليكي، ده كتب لك الستر، فازاي الإنسان يفضح نفسه؟ كانت كمان المفاجأة إن بعدها طلعت لوسي وردت على الجندي وقالت خليه ساكت عشان أنا عندي عليه بلاوي، وربنا اللي هيحاسبني مش الشيخ. هو لو ملقاش نجمة كبيرة ولا حد مهم يتكلم عليه مش هيتكلم، ولا حد هيتعرف، ولا حتى حد هيسمعه. وفي النهاية بقى قولوا لنا انتوا كمان يا ترى ايه رأيكم في كلام لوسي ورد الشيوخ عليها؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم ده في التعليقات.